يا أهلا يا أهلا، كل سنة وانتم طيبين. حبيت أشارك معاكم كده توضيباتنا للعيد على يومين، يعني يوم الوقفة ليلة العيد وأول يوم العيد نفسه. طبعا بقى يوم الوقفة دي بنحب احنا بقى نجهز ايه كل الحاجات اللي هنحتاجها علشان نطلع على طول بعد الصلاة، تبقى حاجاتنا كلها مترتبة ومتظبطة. وليلة العيد دي بحسها بجد والله يعني أحلى من أول يوم العيد نفسه. بيبقى فيها كده فرحة وبهجة ولما بقى من الأصحاب والأهل والحبايب. فربنا يعيد علينا وعليكم الأيام دايما بالخير والصحة يا رب. طبعا نزلت بقى خدت الولاد ورحنا اشترينا الكحك، يعني زي عادة كل سنة. جبناه من العبد. السنة اللي فاتت برضو أنا جايباه من العبد. بصراحة أنا بحب حاجته قوي، يعني بحس إنها يعني هي السهل الممتنع. يعني انت بتجيبي حاجة كواليتي حلوة قوي وكحكاية كده محترمة وتحسي انها مخدومة فعلا، وفي نفس الوقت يعني سعرها كويس ومتوسط. هو زي السنة اللي فاتت بالظبط. حتى كنت بوريكم الباكج بتاع السكر بتاعت السنة اللي فاتت، كانت لسه عندي زي ما هي. هو عامل زيها السنة دي نفسها بالظبط. وده كان كيلو سادة. طبعا هو عنده بقى كل الأنواع، بس السنة دي تقريبا سعره كان عامل 280. البيتي فور طبعا سعره أغلى شوية، كان فيه ب300 وفيه ب380 تقريبا، على حسب هو بقى بالمكسرات أو لا. بس بصراحة تشكيلة البيتي فور كانت روعة وحلوة قوي. يعني هعمل بقى اللي هو بيتي فور الشوكولاتة ده، اللي هو نظام السابلي ده أكتر. وكان فيه كده بالمربى كده ايه قطعتين بس. بس الباقي بصراحة كان كله حلو وطعمه يعني عجب الولاد. زي ما قلت لكم هو ممكن ما يكونش اعلى كواليتي موجوده في السوق، بس بصراحه هو بالنسبه لسعره هو ممتاز وستيل محافظ على الجوده بتاعته بتاعت كل سنه. جبت بقى الولاد ورصينا الكحك كده سوا، ودي حاجه من الحاجات الجميله اللي بتعمل كده بهجه وسرور وتحسسهم كده ايه بدخول العيد. رصينا بقى الكحك والبيتي فور وحطيته كده على السفرة، عملنا كده سيتنج كده شكله لذيذ وحلو، علشان ان شاء الله تاني يوم بكرة نبقى بعد الصلاة جاهزين. كنت بقى نقع الترمس من قبلها بيوم، بس خدته بقى نقلته في الحله وزودت عليه طبعا ميه وغطيت عليه. واول ما ابتدى يغلى بقى ابتديت ان انا اشيل منه الريم اللي بيطلع كده على الوش اول باول. بتخلص منه عشان الميه بتاعته تبقى صافيه كده وحلوه. كل ما يطلع ريم ابتدي اشيله خالص لغايه ما اختفى تماما. وبعد كده زودت عليه شويه من الملح وسبته بقى ياخد سواه. ما بياخدش سوا خالص على النار، لان الترمس الحلو زي ما انتم عارفين ما بيحتاجش مننا مجهود خالص، ولا في النقع ولا في التسويه. يعني النقع بياخد هي ليله بنقعه بس، وبعد كده بغير عليه الميه واطلعه على النار. وفي التسويه كمان ما فيش، هي نص ساعه ل 40 دقيقه بالكتير قوي بيكون خلاص استوى وبقى زي الفل. بعد كده لما ابتدى يهدى بقى خالص جيت بقى عشان اجهز له طبعا الايه التتبيله بتاعته اللذيذه اللي بتخلي طعم الترمس حلو كده، ولازم يتنقع فيها بقى شويه كده. احنا كل ده لسه بالليل يوم الوقفه، فقلت كده هنقعه ايه شويه في التتبيله، والصبح ان شاء الله لما نيجي ناكل منه يكون طعمه بقى حلو. طبعا حطيت بقى كمية الليمون زي ما انت عايزة، بس بصراحة الليمون الكتير معاه بيبقى حلو قوي، يعني ليمونتين كده كبار، وشوية كمون وشوية بابريكا وطبعا شوية ملح كمان. وكل ده بس بخلطه كده مع بعضه وخلاص. لو عندك معلقة صغيرة قوي او نص معلقة من الهريسة بتحطيها. غير كده ما بنزفش اي حاجة. باخد بقى الترمس بتاعي احطه بقى في اي علب تلاجة عندك، تكون علب ليها غطا طبعا بتتقفل كويس. وتبتدي بقى تحطيها في التلاجة تقعد معاكي بقى ايه 3 ايام العيد براحتك، او على حسب ما انتوا تخلصوها. فبصراحة من الحاجات اللذيذة قوي، وطبعا كل الولاد بيحبوها مفيش غنى عنها. في ناس كمان بتحب الحلبة وفي ناس بصراحة ما بتحبهاش، فعلى حسب اللي هي الحلبة المنبتة لو انتوا عارفينها.
لما بتنبتيها في البيت. بصراحة أنا عملتها بس ما لحقتش أصورها لكم، لأن أنا بصراحة من عشاقها بحبها جدا. بس اكتشفت إن في ناس كتير مش بتحبها. فهي في النهاية برضو إيه، أذواق. أنتي يعني بتقدمي في الغالب الحاجة اللي هي المعتادة المعروفة، زي لو جالك ضيوف أو حاجة شوية ترمس عايزة تحطي عليهم شوية حمص. بس احنا بصراحة ما بنحبش، يعني أنا بكتفي بس بالترمس وخلاص. بقدمه مع شوية الكحك وكوباية الشاي بلبن، وهيبقى كده إيه، تقديمة حلوة جدا. خلاص حطيته في التلاجة واستعدينا بقى نمنا اليوم ده عشان نصحى الصبح بدري لصلاة العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ولا نعبد إلا إياه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. صلينا العيد الحمد لله، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. قد ايه الاجواء كانت مبهجه وجميله وحلوه قوي. احكوا لي كده عن اجواء العيد عندكم ايه، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، واجواء العيد عندكم ايه في بلدكم. كمان كنت محضره بقى العيديه للولاد، وكان كله في السريع والله، ما لحقتش اصور لكم الديتيلز بتاعتها. بس بصراحه هي كانت سهله جدا. دي عباره عن ورق ومطبوع كنت طبعاه، وحطيت لهم فيه بقى تشوكلت او كاندي مع العيديه بتاعتهم طبعا. وقد ايه كانوا فرحانين بيها وهم بقى بيفتحوا العيديه، وكانوا مبسوطين الحمد لله. بعد كده بقى بعد ما فطرنا دخلت علشان اعمل بقى حاجه نشربها. وطبعا يعني كنت جايبه شويه حاجات من سوق السعاده، اكيد معظمكم عارفينه طبعا. هو بيبقى مستورد للشوكولاتات والحاجات، انتوا عارفين عنده حاجات متنوعه كتير قوي، سكين كير على حلويات وكده. فروحت جبت من عنده الاختراع ده، يعني كنت اول مره اجربه، بصراحه لفت نظري. هو عباره عن كاب كده من بسكوت على محشي من جوه شوكليت، وهو بيتعمل زي كوبايه قهوه، كوبايه قهوه بقى بتتاكل. فبصراحه لفت نظري قوي، فقلت ايه نجيب منه كام واحده كده نجربها. وفتحته وعملت فيه الكوفي، طبعا القهوة اللي بتتشرب وبعدين تاكلي الكوباية بتاعتها. فحاجة يعني كانت حاجة لذيذة وأول مرة نجربها، فعجبتنا يعني كنوع من أنواع برضو الاختلاف والتغيير كده في أيام العيد. وطبعا بقى زي عادة كل المصريين أول يوم العيد طبعا رنجة وفسيخ للناس اللي بتحب الفسيخ.
فطبعا كنت جايبه الاتنين وعملت رنجة، بس حبيت المره دي اعملها بشكل مختلف، ما حبيتش ان انا اقدمها زي ما هي كده. فزي ما شفتوا كده بعد ما سويتها على النار يعني اديتها تسويه بسيطه، حبيت ان انا بقى ايه يعني انضفها تماما واشيل منها كل بقى الشوك بتاعها، وكنت عايزه اللحم بتاعها بس. فنضفتها كويس قوي وطلعت منها اللحم بتاعها عشان ناويه اعمل سلطه رنجه كده خطيره خطيره بجد. يعني بعد ما كلوها عجبتهم جدا، الموضوع كله ما خدش معايا اي وقت. هوريكم بقى دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهيطلع طعمها حكاية. كمان جبت فسيخ ونضفته كده برضو من القشر بتاعه من بره. وطبعا لو انت بقى يعني لو هو عندك حادق شوية بتحطيه في شوية مية من قبلها بليلة من بالليل ولا حاجة، علشان خاطر ايه يشيل الملح اللي فيه ده. وبعد كده بقى بقصه وانضفه تماما برضو بحيث يبقى جاهز بس على الاكل. برش عليه ليمون، لو عايزه كمان شويه زيت، وشكرا بيبقى كده احسن حاجه. طبعا جهزت جنبيهم كمان شويه بصل اخضر، وكمان كام ليمونيه كده. وحبيت بقى اعمل تونه علشان انا عندي الولاد ما بياكلوش لا رنجه ولا فسيخ ولا الحاجات دي خالص. فحبيت اعمل سلطه تونه كده محترمه، يعني ما حبيتش اقدمها برضو كده. فهتشوفوا برضو معايا هنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. المهم بقى ان انا بعد ما خلصت كده نظفت المكان حواليا، كان المكان نظيف تماما ولا كأن اي حاجه حصلت خالص. لما احنا بنفرش كده حاجه ونبتدي نعمل عليها الشغل بتاعنا كله ونشيلها كده زي ما هي، نلفها كده وندفنها كده زي ما بيقولوا، على طول نرميها في الباسكت. فالموضوع بيبقى نظيف وحلو ومفيش فيه يعني اي ريحه مش لذيذه ولا الكلام ده كله للناس اللي هي بتكش شويه من الاكلات دي. المهم جبت التونه، بحب اصفي خالص طبعا الميه بتاعتها دي، وبستعمل بس اللحم بتاعها. فضيت كده علبتين، وكنت مقطعه بقى كده تقطعي تشكيله من الفلفل الالوان من البصل. لو عايزه تقطعي كمان بصل اخضر، العيدان بتاعته بتبقى حلوه قوي مع المأكولات دي سواء الرنجه او التونه، فتبقى حلوه قوي في السلطه. انا كمان كان عندي شويه ذره صفراء، فكنت مفرزاها في الفريزر، فطبعا طلعت منها برضو شويه. وجهزي بقى عندك بقى صوصات هي اللي هتنقل السلطه دي في حته تانية. يعني مثلا لو في مايونيز، لو في ماسترد، لو في شويه خل، وبالذات لو خل تفاح، مع شوية زيت زيتون، مع شوية ايه الحاجات الصوصات دي بتغير خالص طعم السلطة وبتخليها فعلا زي بتاعة المطاعم بره. فحطيت كل المكونات دي مع بعضها، وطبعا ما تنسيش بقى رشة الملح ورشة الفلفل وشوية البابريكا، يعني شوية التوابل بتاعتنا الحلوة دي. انا قسمت الكمية بصراحة على 2 علشان احط نصها على التونة ونصها على الرنجة، هي نفس يعني نفس المكونات بالظبط، عشان كده الموضوع ما خدش معايا اي وقت. اللي بحطه على التونة هو اللي بحطه على الرنجة، فنص هنا ونص هنا. فضفت زي ما قلت لكم بقى شوية زيت زيتون وشوية خل تفاح. وبقيه الصوصات كان عندي برضو صوص كده في التلاجة خاص برضو بالسلطات اللي زي كده، فحطيت برضو منه شوية. كل الحاجات ديت لما جينا بقى ناكل السلطة كانت روعة، تتاكل كده بالمعلقة او تحطي جنبها شوية عيش كده انتي محمصاه. بيخلي طعمها حلو جدا وبتأكل بصراحة، ومن الحاجات اللذيذة قوي لو انتي حتى عندك ناس او حد من عيلتك جاي يفطر معاكي في اول يوم العيد كده، او تتغدوا بقى خلاص يفطر ايه متعوده لسه على ايام رمضان. ف يعني كل سنه وانتم طيبين، ودايما كده متجمعين مع عيلتكم ومع حبايبكم.
وبس خلاص جهزنا كده سفرتنا البسيطة وقعدنا اتغدينا مع بعض، وكانت أحلى قعدة بصراحة. قعدنا كلنا سوا وبعدها شربنا بقى كوباية شاي بالنعناع كده في البلكونة. فالدنيا هادية والجو رايق وحاجة كده يعني. بصراحة الشوارع بتتنفس حقيقي بجد، الناس كلها في البيوت، وأحلى حاجة هي لمة البيت بصراحة، وبالذات في أول يوم العيد. قولوا لي انتوا كمان بقى عملتوا ايه في أول يوم، واحكوا لي كده، اكتبوا لي في التعليقات لما ندردش مع بعض. بعد كده حبيت ان انا اعمل لهم حاجه كده حلوه. بالذات الايام دي الجو شويه ابتدى ايه، تحسه يتغير، ما عادش الجو ساقعه كده زي الاول. فطبعا المطلب الجماهيري لما الجو يبتدي يحرر شويه هو الايس كريم. اول حاجه بصوا ديت ده البيوريه بتاع الفراوله. ده انا عملته ازاي. جبت الفراوله عادي خالص، غسلتها كويس قوي وشلت الجزء الاخضر اللي فيها ده، وبعد كده خدتها زي ما هي كده من غير ولا اي ميه خالص. انا ضربتها على طول. اضربيها بالهاند بلندر او اضربيها في الخلاط عندك لغايه ما تبقى بيوريه بالشكل ده. بصوا القوام بتاعها، قوامها تقيل لان انا ما ضفتش ليها اي ميه خالص، وده بيخلي طعم الايس كريم عندك غني وحلو، ويديكي كمان يعني ما يبقاش فيه، حاولي الايس كريم ما يبقاش فيه اي ميه علشان ما يطلعلكيش كريستالز كده ويضايقك ويطلع طبيعي زي بتاع المحلات. الحاجه التانية بقى دي ايه؟ دي كده كريم شانتيه. انا ضربتها، انا بصراحه عملتها خام، ما ضفتش اي سكر علشان، والفراوله برضو عندي من غير اي سكر. فدي بصوا القوام بتاعها برضو ما يبقاش تقيل قوي، تحسوا ان قوامها قريب شويه من اللبن الرايب. واخر حاجه بقى هو المكون اللي معانا اللي بيدي مطه للايس كريم، وده السر بتاع الايس كريم. يعني ممكن ناس كتير قوي تعملوا فيديوهات وتقول لك عملنا الايس كريم البيتي باقل تكاليف، بس للامانه هو بيطلع مخرز كده وفيه كريستالز. لو انت ما استعملتيش اللي هو الحليب المكثف. يعني طرق كتير قوي انا جربتها وما نجحتش معايا. هو الحاجه الوحيده اللي نجحت هي بالحليب المكثف المحلى. فطبعا ده بيديله المطه وبيديله القوام، فعلا بتحسي فعلا ان انت بتاكلي ايس كريم. غير كده بصراحه يعني اقول لكم ايه، لا مش هيطلع خالص زي الايس كريم اللي بتاكلوه من بره. فده للامانه عشان لو حد استغلى الحليب المكثف فمش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. بصوا بقى السهوله، هنمكس الحاجات دي بس مع بعض. عرفتوا ليه بقى انا ما حطيتش سكر على الحاجات دي؟ يعني الكريمه والفراوله الاتنين ما عليهمش سكر ليه؟ علشان انا اوريدي عندي الحليب المكثف المحلى ده بيبقى مسكر جدا. بصوا بقى اللي هعمله ان انا همكس الحاجات دي كلها مع بعض. ده بنضيف قد ايه؟ بتضيفي بقى انت وذوقك. شوفي انت بتحبي الحاجه مسكره قوي، بتحبيها انت، حطي ودوقي يعني، دي بترجع ليكي. وهنقلب بقى كده لغايه ما كل المكونات دي تختلط مع بعضها. بصوا بقى خلطنا كل المكونات، شوفوا اللون قد ايه تحفه. اللون حلو قوي، قطع الفراوله الصغيره دي باينه في الايس كريم. بصراحه مدياله شكل طبيعي جدا. وبصوا القوام عامل ازاي، القوام بتاعه كده ممتاز جدا. طبعا لو انت بقى عندك الفراوله جبتيها مثلا وطلع لونها مش حلو او ما ادتكيش لون كويس لما ضربتيها، ممكن تستعملي بقى الايه اللي هو اللون الطعام الاحمر، بيبقى جل كده لونه احمر، ده برضو ممكن هيظبط اللون معاكي كويس. بس عشان انا عندي اللون اوريدي كان ما شاء الله حلو قوي، فانا ما احتجتش ان انا احط عليها حاجه. هجيب بقى اي علب تلاجة عندي، والافضل انها تكون يعني ايه مسطحه بقى خالص، يعني زي كده مثلا او كده. اي علب مسطحه عندك علشان لما تيجي تاخدي الايس كريم تطلعيه، تقدري تطلعيه بالسكوب او المعلقه بتاعه الايس كريم بمنتهى السهوله. فتستعملي لازم حاجه مسطحه وما يكونش ليها عمق قوي، يعني زي كده، لا ما يكونش في عمق قوي عشان تعرفي تطلعيها بسهوله. هصب بس فيها الخليط اللي عملناه ده، وكده نبقى خلاص خلصنا الايس كريم. اظن بقى مفيش اسهل من كده، كل المكونات على بعضها وعلى الفريزر على طول، ويتقلب بقى، تقلبيه كل شويه تطلعيه تقلبيه وبعد كده تقدميه. بصراحه من جماله وحلاوته انا ما عرفتش اصوره لكم خالص والله. يعني الولاد بالهنا والشفا عجبهم، كل واحد خد طبق واحنا خدنا، فخلص على طول. وعد ان شاء الله المره الجايه لما اعمله معاكم، لسه هنعمله كتير في ايام الصيف الكتير الجايه، ربنا يدينا ويديكم العمر ان شاء الله. هعمله واصوره معاكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، واحكوا لي، ما تنسيش تحكوا لي عملتوا ايه في العيد. يا رب ايامنا كلها تبقى عيد وسعاده وفرحه يا رب.